سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده. كيف ما كتلاحظوا شهيوه جديده اليوم. درت معكم واحد الكيك كتجي غزاله بزاف، اون طارت كتحمق بلا كريم باتيسير. بقاو معايا غادي تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ودابا ندوزو على بركه الله المقادير ديال الكيك ديالنا. من اول حاجه كنحتاجوا لها 3 البيضات بحراره المطبخ. كنحتاجوا هنا 2 اكياس خميره 8 غرام يعني 16، وحده فاني. كنحتاجوا الحامضه محكوكه. كنحتاجوا وغادي ناخذ العصير ديالها. كنحتاجوا الكاس ديال الحليب، عندنا هنا 4 كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال سنيده. هنايا عندنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق من النوعيه الجيده كنغربلوه. هذا هو المول اللي غنخدم فيه. وهنايا هذا الخليط اللي غادي ندير في المول. افون كنا كنديروا الزيت وعاد باش الزبده وعاد باش كنديروا الدقيق، مي كيتلصق لينا الكيكه. دابا منين وليت كندير هذه الطريقه كندوب الزبده كندير معها الدقيق وكنخويه في المول. صافي كنخويه بحال هكا عادي. ها هو راه ثقيل الخليط، شوفوا صافي. وكندهنوا مزيان وكنديروا في الثلاجه. دابا غادي ندهن المول مزيان 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 وغادي نرجع معكم باش نبداو في تحضير الكيك ديالنا وغنديروا في الثلاجه. بالنسبه للمول كندهنوه مزيان. كتعرفوا ملي كيكونوا هاد الجوانب بحال هكا خاص ضروري يدهنوا. وعرفتي وكتجي هاد الطريقه زوينه بزاف، والكيكه ما كتلصقش نهائيا والو، غير كتخرجها من الفران كتضربيها شويه فوق سطح العمل صافي وكتخرج. دابا هاد المول غادي نديرو في الثلاجه ولا في كونجيلاتور. انا كنديرو في كونجيلاتور بصراحه. صافي وغادي ندوز باش نوجد معكم الكيك ديالنا. الفران ما كنشعلوش بيان سور دابا حتى كطيب الكيكه ديالنا، هاد باش كنشعلوا الفران. غندوزو دابا لتحضير الكيك ديالنا. اول حاجه غنبداو بها هي البيض. بسم الله. قبيصه د الملحه، انا كنقولوا كتصحح الذوق شويه. صافي دابا غادي نطربوا البيض ديالنا غير بالفوي. ما احتاجيت لا طرب يدوي لا طرب كهربائي لا باتور لا حتى شي حاجه. نطربوا البيض ديالنا مزيان. كيكه كتجي زوينه بزاف، وبصراحه دوزنا فيها الصيف كله انا كنديرها. كتجي زوينه ولا جاو عندك الضياف هكا ولا شي حاجه كتحطيها ليهم. من بعد ما طربت البيض غادي نزيد عليه سنيده. انا غادي نزيدو الزيت كيف قلت لكم 4 كاس ديال الزيت. انا غادي نزيدو الفاني. الكاس ديال الحليب يكون دافي. صافي هنا راه داب لينا كلشي. غادي نزيدو هاد القشور ديال الحامضه. فوالا الحامض دابا راه هو وجود الكثره وزوين. سورتو هاد الخضر ديال الشجر عرفتي كيكون زوين بزاف. وراه كله ديال الشجر ولكن هاد الخضر كيكون زوين بزاف كيعطي ريحه زوينه. صافي دابا غادي نعصر الحامضه وغادي نزيدها على الخليط ديالنا. هذا العصير ديال الحامضه واللي غادي نزيد فيها. صافي غادي نخلطوه مزيان وغادي نبداو نزيدو في الدقيق والتدريج. الدقيق يكون مغربل، 2 كيسان ونص ديال الدقيق.
نزيدوش كله دقه واحده، غير شويه بشويه. هذا اللي بقى لينا غادي نزيدو فيه 2 خمارات. صافي، وغادي نزيدوهم حتى هما. صافي، وغادي نستمروا في الخليط حتى يذوب لينا الدقيق، يندمج لنا مع كلشي، ما يبقاش عندنا دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي، وغادي نديروه في المول ديالنا عاد باش غادي نشعلوا الفران. هذا راه كيدخل على الفران بالعافيه، تكون الفران يكون بارد، ما ديريوهاش في الفران وهو سخون. صافي، هنا خرجت المول ديالي، غادي نديرو نخويو الخليط هنايا. شوفوا راه كيجي ثقيل، حامض كيفاش كيبان. كتعجبني هاد السباتول، ما كتخليه حتى شي حاجه، كلشي كتهبطو. صافي، وغادي نديروها دابا في الفران طيب، وندوزو باش نوجدو لا كريم اللي غادا ترافق لينا الكيكه ديالنا. ما نساوش منين نديروها نضربوها شويه هكا باش يخرج الهواء اللي فيها. ودابا غندوزو نخشيوها في الفران. صافي، هنا غندوزو لا كريم باتيسير ديالنا. هنا كنحتاجو غنديرو الحليب. قبيله خديت نص لتر د الحليب ياك، خديت منه. صافي، دابا غادي ندوزو لا كريم باتيسير. غادي نحتاجو قبيله الحليب كان عندي نص لتر وخديت منه كاس، واللي بقى هو اللي غنخدم به. عندي سنيده، عاوتاني عندي القشور د الحامض، عندي حامضه هنا معصوره، وعندي مايزينا. دابا غادي ندوزو باش نصايبوها. هنا اول حاجه غادي نديرو الحليب، غادي نزيدو عليه 2 معالق ديال سنيده يكونوا كبار. وهنايا الحلاوه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها حلوه كيديرها، اللي بغى ينقص من السكر كينقص. هنا غنديروا الحامض، غادي نزيدوا القشور ديال الحامض، وهنا غادي نديروا 2 معالق ديال مايزينا. ها وحده، ها 2. صافي، دابا غادي نخلطوهم حتى يذوب لينا هادشي كامل، وغادي نديروهم فوق النار حتى يعقد لينا الخليط. ضروري هادشي خصو يذوب على برا حتى كيذوب لينا مزيان، حيت لا درنا المايزينا مع الحليب وحنا باقيين ما حركناهاش غادي تكتل لينا وما غاديش تخرج زوينه. كنحسوا بهذاك الشيء كله داب عاد باش غنديروها فوق العافيه. هنا نسيت ما وريتكمش، كنزيد على هاد لا كريم باتيسير فلون، كتبقى اختياريه. هاد الفلون العاديه كتجي زوينه وكتعطي لا كولور. صافي، وغادي نديروها دابا فوق العافيه. ها هو البنات الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. دابا غنحاول نقلبو، ولكن راه باقي سخون. ها هو دابا باقا سخونه. فوالا، شوفوا راه غير كتحيد. شوفوا كيفاش جات كتحمق. غنوريها لكم. هانتوما البنات من بعد ما خرجنا من ديموليتها، شوفوا كيفاش كتجي زوينه. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه بزاف بزاف بزاف، ما نحتاجوا لا تسقيوها لا حتى شي حاجه، جات زوينه بزاف بزاف. انا دابا غادي نزيد فوق منها لا كريم باتيسير حيت وجدتها، وغادي نديروها دابا باش تبرد. منين تبرد لينا عاد باش غادي ندوزو نزوقوها.
البنات ها لا كريم ديالي وجدات. دابا غادي نزيدها فوق منها، باقا سخونه. فوالا كتجي زوينه، عرفتي على ريحه زوينه د الحامض طالعه. فوالا صافي. دابا غادي نقاد لها السطح ديالها، السطح ماشي سطح السطح ديالها هكا عادي. من غادي تبرد لينا عاد باش غادي نزوقوها. بغيت نوريكم الحامض، شوفوا كيفاش كيجي باين. شوفوا شفتوا الحامض كيفاش كيجي زوين بزاف، والريحه راه ما نقولش لكم. دابا غادي نخليها حتى تبرد مزيان عاد باش غادي نزوقها معكم. سي بون. من بعد ما بردات ليا شوفوا البنات، انا غادي نزوقها بالفرامبواز، راه متواجد دابا، هو اللي عجبني وغادي يجي زوين. غادي ندوز دابا باش نزوقها معكم. كيبقى اختياري، اي واحد كيف ما بغى يدير شي حاجه يديرها بها. يدير الحامض غادي يجي زوين، يدير ما يدير والو غادي يجي زوين، لان عباره غير الريحه ديالها هي بعدا راه كتشهي. شوفوا راه هنا لا كريم راه كرمات، شفتوا هانتو. سي بون. غادي نبقى ندور هادو لي فرامبواز حتى الاخر، ندورهم هكا. سي بون. صافي انا غادي نكمل صافي وما نخليكم مع الشكل النهائي. وها هو الكاطو ديالنا. شوفوا كيفاش جا من بعد ما زوقته، كيجي كيحمق. لي فرامبواز كتجي معاهم هذا اللون، هما حمرين وكيجي معاهم اللون خضر د النعناع، كيجيو زوينين. لا كريم راه جات زوينه. شوف هذا اللي كيبان هنايا راه حامض، كيجي كيحمق. وما نقولش لكم البنات على الريحه، راها كتجي رائعه بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي. كيف ما لاحظتوا مقادير سهله وبسيطه وكيف كندير دائما شعارنا كلشي موجود في الدار. نتمنى ديروها وراه غتعجبكم، ونخليكم نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وشهيوه جديده مع قناه انس.